رؤى. الراجل بيختار رؤى بس، والست بتختار ايه؟ مصباح علاء الدين. هو انا مش فاهماك، هو يعني ايه عايزني رؤى؟ ده انت حتى مش عايزني يوم، ساعة، ساعتين، انت عايز تغير طبيعتي كلها لبني ادمة ملهاش اي علاقة بيا. انت عايز ايه؟ ويا ريتك عارفه تبقي ربع رؤى. انت بني ادم غريب. انا بعمل فيك كده؟ انتي؟ اه. انت يا ستي اول امبارح لما دخلت عليكي لقيتك ماسكه فانوس رمضان وقاعده بتعملي فيه كده، وهتقولي يا رب يطلع لي علاء الدين، يا رب يطلع لي علاء الدين. يا سلام. ما طلع حقق امانيك انا. وايه المشكلة؟ مش جوزي؟ فانوس رمضان. اختار بقى. اكيد انا هختار بناء على رؤى. رؤى بس؟ اه. وانت بتختاري بناء على ايه؟ مصباح علاء الدين. وانا متجوزه عشان يخرجني، يفسحني، ويسفرني، خاصه الخروجات بعد منتصف الليل دي انا بموت فيها. انت كده متجوزه ميكروباص. البنت لما تحافظ على نفسها قبل الجواز وما ترضاش تسهر بره وما ترضاش تعبت مش عاجبه، تسهر وتخرج مش عاجبه. طب انتوا عايزين ايه؟ ما طبيعي ان انا لما اتجوز انبسط. وي. وي وي اه. امال انت عايز ايه؟ انا عايز رؤى. ما اخترتش رؤى من الاول ليه؟ ما انت مختار واحده ليها ستايل معين من بيئه معينه وجاي في الاخر عايز رؤى. ايه رؤى دي؟ واحده قاعده تنفخ في الشيشه طول اليوم. انتوا تعرفوا تلبسوا زي رؤى؟ ايه يعني شويه جلاليب مفتحه من الجنب ومن هنا ومن هنا؟ اتعمل فيها ايه نور الشريف في الاخر؟ ده نور الشريف اه. مش محمد رفاعي. يا سلام، يعني انت هتبقى غير نور الشريف؟ ايوه مش هسيبها تغرق. امال هتعمل ايه؟ هنزل انا مكانها. شوف ازاي يا حنين. طب ما تحن عليا كده وتتعامل معايا وانا بقى كمان. انت شايفه ان الاختيار المفروض يجي ازاي؟ طب انت شايفه الاختيار الصح ايه طيب؟ هو عامة المفروض ان احنا لما نيجي نختار شخص هنتقبله بشخصيته اللي هو عرفناه بيها. ما ينفعش ان احنا بعد كده نيجي نلومه على انه حد تاني او حاجات مثلا كنا عايزينها احنا او بنحلم بيها. دي حاجة. ماشي، هو انت يا تختار اللي شبهك واللي ينفع ان انت تبقى متقبله زي ما انت قلتي في كل الحاجات اللي موجوده. هو الموضوع كله باكج كلها على بعضيها. بتدور على رؤى يبقى تدور على اللي يديك الشكل ده. ما تجيبش حد ستايل وتفكيره وكل حياته مختلفه خالص كل الاختلاف ده. حاجة تانية يعني بتحصل كده في موضوع الاختيار، فكرة ان انا ايه الاساسيات اصلا او النقط اللي انا احددها معايا انا مع نفسي او افهمها في نفسي عشان اعرف اختار صح وما ارجعش تاني اقول لو كنت فكرت شوية، لو كنت عملت شوية. يعني هل اصلا في حاجة اسمها اختيار؟ اكيد في حاجه لازم اختيار. اكيد في اختيار في التفكير وفي الاهداف بتاعت الحياه. ما انا ممكن ابقى مختار حد اصلا ما عندوش اهداف في حياته، وانا ابقى حد اصلا طموح وبدور انا انجح واروح فين، فده هيوقعني. اختار في فرق في السن قد ايه، لان ده بيفرق في الاخر في تفكيره وفي تصرفاته وفي كل حاجه. عشان انا بصراحه بختلف معاك في النقطه دي. يعني انا بشوف ان دخول البني ادمين حياتنا هو مش اختيار. انا في شخص بيخطفني في حته، بيلنك معايا في حته، انا ما عنديش كنترول. هو ربط معايا في حاجه انا مش عارف ايه هي، بس انا مسؤول عن بعد الرابطه دي ان انا اوريدي انا اكون شخص عارف احتياجاتي، عارف انا عايز ايه، عارف الشخصيه اللي ممكن تمشي معايا عامله ازاي. فمن هنا انا ببدا اشوف هل الشخص اللي دخل حياتي ده مناسب للحاجات دي او لا. اما فكره ان انا اقعد حاطط ليست بني ادم دخل حياتي 1 2 3 4 1 2 3 4 لا، انا بعتقد ان ده لا مش موجود. اكيد مش ماشيه بليست ان انا اختار الحاجه اللي موجوده في دماغي هي موجوده في الشخص ده ولا لا. في نقط وحاجات معينه اساسيه لو مش موجوده يبقى هتعب قدام. زي ايه؟ لو انا شخص بدور في حاجه مثلا عندي اهداف فنيه، والشخص اللي قدامي اصلا مش حابب ان انا ابقى اصلا موجود في حاجه ليها علاقه بالفن مثلا، فيبقى ده في صدام هيبقى موجود.
يعني قصدك انه احنا نكون بنتشابه. ايوه لازم يبقى في نسبه تشابه ما بيننا وما بين بعض. ما هي فكرة التشابه فعلا في البيت، في اللي هو الأسرة عامة، طبيعتنا أو أساسنا اللي احنا متربيين عليه، مبادئنا، القيم اللي عندنا، طموحاتنا، طول ما هي متشابهة طول ما بحس ان الدنيا بتبقى تمام. وانس ان هنا بتختلف مهما كانت الأحلام وردية ومهما كانت الطريقة في الأول لطيفة، بحس ان هما بيجوا بيعطلوا في مواقف أو في أفكار أو مثلا في قرارات حتى. اكيد يعني احنا متفقين كده، احنا متفقين كده، ما بقاش اختيار، كده بقى قرار في مين في ايدي الشخصين اكيد طرفين. ده كده كده. اتفقنا.